السلام عليكم. النهارده هعمل معاكم البيتزا الإيطالية بالطريقة المظبوطة اللي تخليها ناجحة معاكي ومن أول مرة وأجمل بكتير من الجاهزة. إن شاء الله مش هتشتريها من بره تاني، بس يا ريت تتابعي الفيديو للنهاية علشان هقولك على التكات اللي تخليكي تعمليها باحتراف. يا ريت بقى ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني أي جديد. ودلوقتي نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودلوقتي اول حاجة هعملها تتبيلة الحشوة بتاعتنا. هنجيب الكبة بتاعتنا وهنحط فيها بصلاية متوسطة وحبة فلفل رومي او حار حسب رغبتك انتي، وهنحط عليها معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة كزبرة ونص معلقة كمون ومعلقة من المرقة الفورية. دي تتبيلة الفراخ اللي احنا هنحطها على وش البيتزا. هنضربها كويس كده في الكبة، هنفرمها فرم ناعم قوي. تمام كده. معايا بقى نص كيلو من صدور البانيه مغسوله كويس قوي متنضفه ومتقطعه شرايح كده زي الشاورما. هحط عليها بقى الخلطه دي وهسيبها في التلاجة حوالي نص ساعه على بال ما نجهز العجينه بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. الخلطه دي يا جماعه بتخلي البيتزا نفسها طعمها حلو قوي، وقطع الفراخ كمان بيبقى ليها طعم مميز وجميل جدا. تمام كده. هنقلبها كويس، هنغطيها بقى ونحطها في التلاجة، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه تاني. هنعمل بقى الصلصة اللي هنحطها برضو على وش البيتزا. معايا 4 حبات من الطماطم ونص حبة فلفل أحمر و2 فص توم وبصلاية متوسطة، وعليهم نص كوباية مية. هنحطهم على النار لحد ما كل الكلام ده يستوي ونشوف هنعمل فيه ايه تاني. تمام. هنعمل بقى العجينة على بال ما الصلصة بتاعتنا تستوي تماما. هنحتاج 1.5 كوباية مية دافية مش سخنة علشان الخميرة بتاعتنا ما تفسدش، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، و2 معلقة من اللبن البودر. ده بيخلي العجينة هشة معايا وكمان ليها طعم غني كده. وهنحط 3 معالق كبيرة سكر حبيبات وتلت كوباية زيت. هناخد منها بس 3/4 الكمية وهنخلي الربع معانا، وهنشوف هنعمل بيه ايه. هنقلب بقى الكلام ده كويس قوي لحد ما السكر يدوب والخميرة كمان تدوب. تمام. بالشكل ده كل حاجة بقت جاهزة معايا. هنبدأ بقى نحط الدقيق. هنحتاج نص كيلو دقيق جميع الاستخدامات وعليه رشة ملح. هنحط كله وهنبدأ نعجن، وهنشوف لو احتاجت مية هنحط مية، احتاجت دقيق هنحط دقيق. تمام. انا عايزة عجينة يا جماعة طرية، ما تكونش ناشفة ولا جامدة، احنا عايزين عجينة طرية معانا. انا جبت جنبي كده نص كوباية دقيق، اخدت بالظبط ربع كوباية دقيق بس كده. شايفين بقى العجينة بتلزق جامد ازاي؟ هو ده قوام العجينة المظبوط. عجينة بتلزق كده وفيها كمان عرق، يعني بتمط معانا. تمام. هنحط بقى باقي كمية الزيت الا معلقة عشان نلم بيها كده كل العجينة، ونحاول ندخل كل كمية الزيت جوه العجينة بالشكل ده. نحاول كده نلمها على بعضيها. شايفين عجينة طرية جدا وحلوة قوي قوي قوي. تمام كده جاهزة. هنحط بقى عليها معلقة الزيت اللي خليناها في الاخر عشان ايه؟ نحطها على وش العجينة ومن الجناب كده عشان ما تلزقش في البولة ولا تلزق في الغطا بتاع الاسترتش بعد ما تخمر. هنحطها في مكان دافي لمدة ساعة. انا بشغل الفرن يا دوبك يسخن واقوم جايه طافياه واحط فيه العجين بتاعي. تمام كده. الخضار بتاعنا استوى. هنبدأ بقى نضربه بالهاند بلندر او نحطه في الخلاط او في الكبة. تمام. هنصفيه بقى وهنرجعه تاني في الحلة، هنتبله وهنرجعه على النار تاني يا دوبك بس ياخد غلوة ونطفي عليه. تمام كده. دلوقتي بقى هنرجعه الحلة تاني
هنتبله بنص معلقه فلفل اسود ونص معلقه كمون ومعلقه سكر ومعلقه ملح. انا نسيت احطها في الوقت ده، بس لما افتكرت حطيتها يعني. تمام. هنحطها بقى على النار يا دوبك تاخد غلوه وهطفي عليها. ودلوقتي هنجيب الفراخ اللي احنا تبلناها وحطيناها في التلاجة، هنبدأ نجهزها. هنجيب طاسة كده ما بتلزقش، هنسخنها كويس قوي وهنحط فيها 3 معالق كبار زيت، وهنسيبها كده يا دوبك تاخد لون من تحت، وهنبدأ ان احنا نقلب فيها عشان ما تنزلش المية بتاعتها. تمام كده، هنفضل نقلب فيها. دلوقتي بقى هنغطيها يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي، وهنطفي عليها تكون جاهزة. شايفين العجينة ما شاء الله خمرت معانا، عجينة طرية قوي قوي. هنبدأ نقسمها. الكمية دي عملت معايا 3 بيتزات حجم كبير. ما شاء الله العجينة جميلة جدا وفيها مطة حلوة قوي. احنا مش هنسيبها تخمر تاني، هي مش محتاجة بصراحة. وكمان هنفردها في الصينية على طول. دي اكبر صينية عندي مقاس 38، هتبقى حلوة قوي مناسبة قوي على حجم الكرة بتاعتنا. ما شاء الله بتتفرد معايا كويس قوي، مش محتاجة نشابة ولا اي حاجة، هي ما شاء الله بتتفرد معايا كويس قوي عشان العجينة بتاعتنا طرية. تمام. هنبدأ بقى نعمل كده ليها حرف، وهنحط الصلصة. المفروض ان انا كنت خرمها من النص بالشوكة عشان ما تقبش معانا، بس هي برضو ما شاء الله ما قبتش معايا ولا اي حاجة. هنفرد الصلصة كده كويس، وهنحط عليها الجبنة. دي جبنة شيدر، والفراخ كمان حطيناها كده عليها. وهنحط عليها خضار مشكل، انا عندي فلفل احمر واخضر واصفر وطماطم متقطعة مكعبات. تمام بالشكل ده. وهنحط عليها على الوش كمان جبنة تاني، هنحط جبنة، دي جبنة موتزاريلا، وهحط برضو جبنة شيدر. ظبطي هنا بقى الجبنة بتاعتك. هي حلاوة البيتزا اساسا في ان الجبنة بتبقى فيها كتير. احنا ما بنجيب الجبنة البيتزا من بره يا جماعة بتبقى مليانة جبنة كده، بيبقى طعمها حلو قوي فعلا، الجبنة بتخلي طعمها حلو حتى لو ما بتمطش. ونحط بقى كده عليها زيتون. ودلوقتي بقى هندخلها الفرن، مش هسيبها تخمر تاني ولا حاجة. الحروف بس اللي احنا عملناها دي هندهنها دهنة بسيطة كده من الصلصة علشان تحمر معانا. وهندخلها الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. هنحطها على الصاج على طول، مش هنحطها على الشبكة. اول ما هنلاقي الحروف بتاعتنا كده احمرت، نعرف انها استوت من تحت، هنطفي الفرن وهنولع الشواية وشها يحمر، وهنخرجها من الفرن على طول. ومدة التسوية بتاعتها بالظبط بالظبط 10 دقايق. تمام كده استوت معانا ما شاء الله، لونها حلو قوي ومستوية كويس جدا. هنقطعها بقى كده ونشوف البيتزا بتاعتنا عاملة ايه. ما شاء الله واضح انها طرية قوي. البيتزا طرية معانا، وطعمها فعلا حكاية، فعلا احلى من بره بكتير. والقعر كمان مستوي كويس. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. اتمنى بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني اي وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.